هنعمل مع بعض النهاردة القشطوطة بالشوكولاتة، حاجة كده سهلة وبسيطة تطلع هشة وطرية ومكونات بسيطة خالص، وان شاء الله هتعجبك. جربيها وهتعتمديها على طول، وهيبقى طعمها تحفة معاكي. ولو عندك مناسبة، عندك عيد ميلاد، ممكن تعمليها. حاجة جميلة وسهلة وبسيطة خالص. وهي زي ما انت شايفة كده هقطعها واطلع لك حتة منها وتشوفيها، وبأقل الامكانيات مش هتكلفك كتير. خليكي بس الفيديو معايا للاخر وهتشوفي كل حاجة ومكوناتها وتفاصيلها وعملتها ازاي. تابعيني للاخر. وانا كنت عملت معاكم قبل كده برضو القشطوطة بالكراميل، حاجة سهلة وبسيطة برضو. اهي زي ما انت شايفة كده ما شاء الله، كأنك جايباها من بره بالظبط. وبتوفري طبعا، الصينية دي كبيرة يا جماعة مش صغيرة. ولو عايزة تضاعفي الكمية تضاعفي المكونات عادي. وهي زي ما انت شايفة ومسقية لبن كده وطرية وطعمها تحفة. جربيها وان شاء الله هتعجبك. اهو في منتهى الجمال اهي. وعملت معاكم طبعا قبل كده القشطوطه بالكراميل، هنزلها لكم في صندوق الوصف عشان تشوفوا دي ودي، واللي تعجبك طبعا واللي تريحك في طريقتها وفي طعمها تعمليها. تمام. ادي اهي القشطوطه بالكراميل زي ما انت شايفه كده. هنبدا بقى على طول مع بعض ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. زي ما انت شايفه كده في الفيديو، مكونات بسيطه خالص ومش هتكلفك كتير. اهو حاجه كده في منتهى الجمال، وهتطلع معاكي زي ما بتجيبيها من بره واحسن كمان. هنبدا ونقول دلوقتي المكونات. اهو زي ما انت شايفه في الصوره كده، الكمية بسيطة خالص. وزي ما قلت لك، عايزة تضاعفي الكمية بتزودي العدد. يعني ده 2.5 كوباية دقيق، كوباية لبن، هنا 4 بيضات، هنا نص كوباية زيت، كوباية سكر، كيس كيك شيف، 2 فانيليا، ومعلقة خل. اول حاجة هنعملها، هنجيب طبق فاضي ونبدأ نحط المكونات السايلة مع بعض كلها. اهو هننزل بالبيض، وبعد كده هحط السكر. طبعا السكر ده اختياري، عايزه تحطي كوبايه تحطي نص براحتك خالص. طبعا عايزاكي تبقي ملاحظه ان في سكر كتير هيتحط معاكي عليها، فتحاولي ما تكتريش قوي عشان الطعم يبقى مظبوط، ما يزيدش معاكي قوي. وبعد كده فضيتي الكيسين الفانيليا، وبالمضرب كده زي ما انت شايفه، عندك مضرب يدوي عادي، بس تضربي فيها شويه كويسين كده. عندك من ده مفيش مشكلة، اي حاجة مش هتاخد منك وقت ان شاء الله. اهو هنضربها كده بالمضرب، وبعد ما طلعت يعني قلبت معايا بلون ابيض كده، هننزل بمعلقة الخل ونص كوباية الزيت، وهنديها تقليبة كده، ونحط كوباية اللبن الاول. طبعا زي ما انا قلتلك، انا هنا حطيت الكوباية كلها ورجعت خدت تاني، يعني على حسب نوع الدقيق، كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. ما تنزليش بكمية السوائل مرة واحدة، عشان تشوفي الاول الدقيق بتاعك هيحتاج ولا لا. وهنا عندي دول الكوبايتين ونص دقيق، هحط كده في مصفى كده، وهحط كيس الكشيف اهو. وابدأ بعد كده انخله عشان لو في اي تكتلات او اي حاجة. وطبعا بتدخلي هوا للكيكة وبتطلع معاكي هشة وطرية ومرتفعة وجميلة جدا. او زي ما انت شايفة كده، بنكمل باقي الكمية برضو في النخل كده، زي ما قلتلك عشان لو اي حاجة في الدقيق او كده تطلع معاكي على طول في منتهى السهولة. بس طبعا الدقيق اهو زي ما انت شايفة كده نضيف، مفهوش اي حاجة. اهو بكمل باقي الكمية برضو. وطبعا دي عامل من عوامل نجاح الكيكة. اي كيكة ايا كان نوعها، تقدري ان انتي تنخلي الدقيق كده يطلع معاكي الكيكة هشة وطرية ومرتفعة وجميلة جدا. هنا بقلب، وطبعا هقلب هحتاج هلاقي طبعا محتاجة سوائل تاني. فممكن في المرحلة دي يا تزودي لبن يا تزودي مية، ما عندكيش لبن زودي المية. تمام. لو انت بقى وصلت لحد هنا ولسه جديده في القناه ما تعرفينيش، انا رانيا، ودي قناتي بقدم فيها وصفات سهله وبسيطه وعلى قد الايد. يا تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت معايا في القناه ما تنسيش اللايك وتقولي رايك في الكومنتات. او زي ما انت شايفه كده، انا حطيت الكوبايه الاولانيه ولقيتها لسه، طبعا حطيت كمان كوبايه. عايزه تبدلي الكوبايه اللبن دي بكوبايه ميه، مفيش اي مشكله وهتطلع ناجحه معاكي وكويسه خالص. ده المستوى اللي انا عايزاه وده القوام اللي انا عايزاه اهو. بجيب الصينيه دي وبطنها كده بزيت. عايزه تبطنيها بدقيق عادي مفيش مشكله.
طبعا هنا انا اول ما اشتغلت في الكيكة وتحضير الكيكة بكون مشغلة الفرن وسايباه شغال عشان احط فيها الكيكة، وهنا بحطها في الرف اللي في النص في الفرن، وبقيد لها الارضية بس ما بقيتش الوش. تمام. وبعد كده بقى ايه، بعد ما نحطها هنبدأ نحضر حاجة تانية وهي في الفرن كده. هنبدأ نحضر الكريمة. هنا معايا كوباية كريمة خام، ومعايا حوالي 3 معالق سكر، وقلنا مش هنكتر السكر عشان المراحل الجاية كلها فيها سكر. ودي معلقة ونص كاكاو، ومعايا كوباية لبن مثلج بس مش هاخدها كلها اهو، مثلجة اهي زي ما انت شايفة عشان تساعدنا في الكريمة. انا خدت نص الكوباية اهي زي ما انت شايفة. هبدأ بقى اضربها لحد ما احصل على القوام اللي هو بيبقى متماسك كده. لو عملتي بمعلقة او بالمضرب تلاقيه بيعمل معاكي سن كده، يبقى كده خلاص الكريمة كده خلاص اتعملت اهو. وطبعا عشان انا هعملها بالشوكولاتة خليت الكريمة كمان بالشوكولاتة اهو. دي الدرجة كويسة. عايزة تغمقي عن كده بتزودي معلقة كاكاو كمان. تمام اهو. شايفة بتعملي كده بالمضرب او المعلقة تعمل معاكي سن، يبقى هي كده خلاص. هبدأ بقى افضيها في طبق واحطيها في التلاجة، وهعمل الجناش بتاع اللي هي الشوكولاتة الاساسية بقى اهو. هنا معايا كوباية لبن، ومعايا كوباية سكر، ومعايا 3 معالق نشا، ومعايا هنا 100 جرام من الشوكولاتة. بتجيبي قالب شوكولاتة كده، هو قالب الشوكولاتة ده بيبقى 200 جرام، بتقسميه نصه بيبقى 100 جرام وتحطيها. وما تقلقيش خالص كل ده هيدوب على النار، بس احنا هنقلب كله على البارد الاول. وعايزة تزودي عن كده تزودي كوباية لبن كمان، وتزودي النشا وتزودي كل حاجة، ولو عايزة تكتري الكمية يعني. تمام. قلبت كده على البارد، هحطه بقى على النار والشوكولاتة دي هتبدأ تسيح معايا كده واحدة واحدة اهو. كل ما بتبدأ تغلي على النار بيبدأ القوام بتاعها يتقل حبة حبة. طبعا ما تسيبيهاش، تفضلي تقلبي كده وتتابعيها، واول ما تلاقي القوام بتاعها تقل تطفي عليها النار على طول. دي المرحلة هي التانية. بعد ما خلاص الشوكولاتة كانت دابت وبدأ يدينا قوام بسيط كده اهو. هنا خلاص شايفة القوام بيبدأ يتقل معاكي خالص اهو. وزي ما انا قلتلك انا ما سبتهاش ومشيت، انا واقفة جنبها بتفضلي تقلبي معاها عشان تتابعيها كده. خلاص كان القوام المطلوب انتهت كده خلاص. هطفي بقى عليها واسيبها تهدى خالص برضو اهو. وهنا بقى هيكون ايه، هتكون معايا الكيكة استوت، فهطلعها بقى وهسيبها تهدى خالص ربع ساعة كده. هنا كانت طالعة من الفرن، سبتها هديت خالص حوالي ربع ساعة، وبدأت اسقيها باللبن. هنا اسقيها بكوبايتين لبن، وكل كوباية لبن عليها معلقة سكر اهو. سيبها تتشرب وارجع تاني اسقيها بكوباية تانية. هنا كانت خدت الكمية كلها. تبدأي تساعديها كده وما تستعجليش على خالص، سيبيها تهدى مع نفسها كده لحد ما تتشرب اهو. معلش انا كنت حطيت الكوبايه الاولى ودي الكوبايه التانية اهو كده خلاص. هسيبها بقى تهدى مع نفسها خالص. لما تشرب خالص وتهدى وتبرد كده هبدأ اجيب الكريمة اللي انا كنت عاملاها في الاول من التلاجة وهفردها على وشها. دي خلاص بعد ما اتشربت كده براحتها خالص اهو. هحط الكريمة بقى اللي انا عاملاها وافردها على وشها كده. وبعد ما افرد الكريمة بقى هحطها في التلاجة في الفريزر. انا كنت حطها بصراحة في الفريزر حوالي تلت ساعة كده وتطلعيها تشتغلي فيها، لان طبعا الجو حر زي ما احنا عارفين، فهتسيح معاكي مش هتساعدك ان انتي تشتغلي فيها كويس. فهنا بعد ما فردتها احطها في الفريزر حوالي تلت ساعة، وبعد كده اطلعها واشتغل احط باقي الخطوات عليها. تمام اه. هنا بقى بعد ما دخلتها وطلعتها بقت متماسكة خالص نهائي اهي. هجيب بقى الشوكولاتة اللي انا عملتها كنت حطيتها في التلاجة برضو تهدى شوية، وهبدأ افردها وهحطها تاني حوالي 10 دقايق كده في الفريزر تهدى برضو كده، وبعد كده اطلعها. وهنا بقى انا كنت شايله حوالي معلقه كريمه كده قبل ما احط عليها الكاكاو، فحطها في كيس كده زي ما انت شايفه عشان اشكلها من فوق
عشان تاخد شكل معايا القشطوطة كده اهو. عايزة توقفي على كده وما تحطيش الطبقة اللي فوق دي براحتك خالص، بس احنا بنعملها شكل القشطوطة، فايه حطينا الكريمة ديت عشان نشكلها كده بالخلة تطلع معاكي القشطوطة بالظبط اهو. هبدأ بقى بخلة بسيطة كده معايا، ما عندكيش خلة ممكن مع شوكة سكينة اي حاجة لها سن كده، وتبدأي تمشي كده. لو انت بقى وصلت لحد هنا ولسه، يا ريت تقولي لي رأيك في الكومنتات كده وتعملي لايك اهو. وهنا بقى كانت خلاص متماسكة وكل حاجة فيها كويسة اهيت، ومقاديرها مظبوطة وسكرها مظبوط جدا، لا زيادة سكر ولا قليلة سكر، وما شاء الله. والصينية كبيرة اهي، كمية حلوة يعني، وزي ما قلتلك تنفع معاكي في مناسبة، في اعياد ميلاد، في اي حاجة كويسة جدا وطعمها جميل. هنبدأ نقطعها بقى، التقطيعة دي بتاعتك انتي، تقطعي كبير تقطعي صغير زي ما تحبي. ان شاء الله جميلة، وجربيها وان شاء الله هتعجبك. وهنزلك التانية في صندوق الوصف برضو اللي هي بالكراميل، عشان تشوفي الطريقة اللي تعجبك اهو. نبدأ نقطعها كده، وبعد كده هطلع لك منها كده حتة وتشوفيها، عشان يبقى قدامك كل حاجة بمصداقية، صوت وصورة اهو اهي. نفس مستوى القشطوطة اللي بتجيبها من بره، نفس السمك، نفس كل حاجة، والطعم خطير. وشوفي بقى الصينية ديت، احسبي تمنها كده، لو كلفتك في البيت كام، ولو هتجيبيها من بره هتكلفك كام، طبعا من غير كلام. اكيد اكيد توفير في البيت، وزي ما احنا متعودين ان احنا بنعمل حاجات اقتصادية وبسيطة وعلى قد الايد اهو. واستنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد سهل وبسيط، ومقادير برضو بسيطة واقتصادية وعلى قد الايد. يا ريت تجربيها كده وتتشجعي وتقومي تعمليها، وان شاء الله مش هتندمي وهتعجبك. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.